انا خطوبتي النهارده بسبب غلطه عملتها من غير قصدي. من كام يوم كده طنط جارتنا كانت نازله على شغلها الساعه 7 الصبح وشافتني وانا مغرق الشقه كلها ميه وكنت بمسح السجاد. راحت اندهشت وفرحت بيا جدا وقالت لي انا ما شفتش في الجيل بتاعك واحده زيك وفي نشاطك، انت نادره قوي يا بت يا ريم. المهم فضلت تدعي لي وتقول لي ربنا يخليكي لمامتك، وقعدنا نتكلم ساعه كامله لحد ما افتكرت انها هتتاخر على الشغل وجريت. النهارده بقى اتصلت بماما وقالت لها انها عايزه تخطبني لابنها، وقعدت تمدح فيا قدامها وبقت ماشيه في الشارع تحكي عني لكل الناس وقد ايه انا نشيطه وشاطره وبتيعتمد عليها. امي بقت مستغربه من الكلام اللي بتسمعه عليا وبقت تسالني انا عملت ايه. انا بقى هقولكوا الموقف ده حصل ازاي وده سر بينا. ركز بقى، اللي حصل ده ما كانش علشان انا نشيطه والكلام ده، لا انتوا فاهمين غلط خالص. اليوم اللي طنط شافتني فيه بمسح الشقه، ساعتها انا كنت سهرانه وحاطه السماعات في وداني وكنت بسمع اغاني وبرقص، غصب عني برقص، ونسيت حنفيه المطبخ مفتوحه وما خدتش بالي لحد ما حسيت بالميه عند رجلي، فببص ولقيت الشقه عامله زي حمام السباحه. فساعتها كنت بحاول الحق الموقف وبقيت اجري بالمساحه قبل ما ماما تصحى وتعمل مني كفته مشويه. وانا دلوقتي محتاره ومش عارفه اعمل ايه، اقول لها ولا خلاص ده نصيبي، ولا ده يعتبر غش في السلعه.